ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده انا جايه اسلم عليكم. انا سمسمه من جمهوريه سمسمه. تعالوا يلا نبدا حلقتنا، وقبل ما نبدا حلقتنا نصلي على النبي، وكل من ليه نبي صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا شايفين انا بعمل اكل ايه النهارده. آم، بصراحة كده أنا كان عندي حبة لحمة مفرومة مش كتار قوي يعني، فأنا عمالة أقول هعمل بيهم إيه هعمل بيهم إيه. فبيني وبينكم كان عندي كوسة وكان عندي لحمة. فأنا الصراحة شلت اللحمة في الفريزر وطلعت اللحمة المفرومة المسكينة اللي في الفريزر، قلت لازم أعمل بيهم حاجة. فطلعت الكوسة، فأنا قلت بما إن عندي كوسة وحبة لحمة مفرومة فأنا هعملها كوسة بالبشاميل. طبعا انا عملت معاكم البشاميل كتير، بس انا بحب البشاميل يعني بحب يعني اطلعه على الشاشة عشان تشوفوا انا بعمله ازاي، عشان بناتنا الحلوين اللي لسه بيتعلموا جديد. المرة دي انا عملت بصل جوانح. البصل الجوانح دي هتعملي بيها ايه يا سمسمة؟ هحط فيها الكوسة. طب ليه؟ طب ما انت تحطي الكوسة نية كده من غير في الطاجن، من غير ما تحطيها على النار. لا، الكوسة لو حطيتيها في الطاجن كده على طول هتبقى مية مية، فلازم تمسك نفسها، لازم تشم النار. بصوا بقى انا عملت كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت كده ايه بصل جوانح وحطيتها بحته سمنه وتبلتها، وحطيت الكوسه بتاعتي كده انا طبعا مقطعاها وغسلاها كويس. هتبقى طعمها حلو، والبصل الجوانح دي هتبقى مكرمله وطعمها حلو قوي قوي والله العظيم. طبعا العين اللي والعه ديت انا كانت ايديا سخنت من النار، فانا بعدتها شويه على بال ما اقلبها وارجعها مكانها تاني. البشاميل بتاعي لازم تحطي الدقيق في النار يتحمص كويس عشان تطلعي منه الرطوبه، وتحطي فيه اللبن وقعدي قلبي كده. هتتعبي تتعبي شويه بس معلش. قلبي كويس كده وحطي حبه فلفل وحبه ملح ومرقه دجاج على البشاميل، وقلبيها كده هتلاقيها تقلت معاكي. طب يا سمسمة البشاميل بتعمليه ازاي؟ هقول لكم. معلقتين سمنة كبار على 4 معالق دقيق او 5 دقائق او 5 معالق دقيق كبيرة، وشوحيهم كويس قوي 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 على النار الاول. وبعد كده ايه، حطي نص كيلو لبن او نص كيلو لبن، ربع لبن وربع شوربة. ما فيهاش حاجة، هيبقى زي الفل والله العظيم. بما اني عندي اللحمه المفرومه اللي انا قلت لكم عليها اليتيمه اللي عندي في التلاجة، فانا قلت هعمل كمان صينيه جلاش بالبشاميل، وهعمل كمان بسم الله الرحمن الرحيم الكوسه اللي قلت لكم عليها. معلش انا بسجل لكم الفيديو وانا النور قاطع عندي، فانا قلت ايه استغل الفرصه والجو حر كده اسجل فيديو معاكم. انتي بتعملي ايه يا سمسمه؟ عرفينا كده. انا بعمل لكم كده جلاش باللحمه المفرومه برضو. بس هقطعها بطريقه حلوه كده، ومش هحط فيها بيض، يعني انا هعملها بلبن بس. المره دي مش هعملها ببيض. طبعا احنا من كل راق هحط حبه سمنه، كل راق هحط حبه سمنه. تمام. وبعد كده احط حبه، حتى هتشوفوا اللحمه المفرومه هتلاقوها بسيطه يعني. فانا كنت شايلاها في الفريزر، فانا مش عارفه هعمل بيها ايه، فهي حته صغيره يعني. فانا قلت لازم استغلها واعمل بيها ايه حاجه، ولو هتشوفوا ان شاء الله في اخر الفيديو مش هصدقوا ان دي باللحمه المفرومه اللي انا حطيتها فيها. تمام. تمام. طب يا سمسمة هتعملي ايه تاني؟ هعمل كمان ان شاء الله باذن الله، هعمل جلاش بس حلويات في الفيديو، وهعمل كمان كنافة باذن الرحمن يعني. طب انتي بتطبقي كده ليه؟ عشان انا لقيت حتة فاضية فطبقت حتة نصين وحطيتها فيها، وفي الاخر خالص حطيت ورقة نظيفة من فوق عشان اعرف اقطع كويس. طب انتي بتقطعي الحتة اللي فوق لقيتها عريضة، والحتة اللي تحت لقيتها صغيرة، فانا غيرت التقطيع خالص. التقطيعه ديت انا عملتها مربعات، بعد كده هعملها سمبوكسات. هتشوفوها اهي انا كده قطعتها. بقطعها كده تبقى جميله قوي، تبقى كل واحد كده واخد زي مثلث كده ياكله يعني. اهم حاجه مش من كتر الحاجه، عشان عندي لحمه مفرومه كتير. اعمل بقى الاكل الكويس وازوق فيه. لا والله العظيم اهي الصينيه، بصوا تتاكل اكل من غير ما حتى تستوي. تمام يا بنتي يا سمسمة يا سماسم. تعالوا بقى، الجو حر والنور قاطع بس معلش استحملوني. انا كده عملت ايه البصلة الجوانح مع الكوسة. انا عملتها كده عشان الكوسة تمسك نفسها يا جماعة. وتبلتها مع حبة اللحمة المفرومة الباقية، وهحطها هنا برضو ديت في العلب دي. انا بحب اعمل فيها الاكل عشان بيبقى شكله حلو ومنظره حلو. طيب تعالوا بقى هنعمل ايه تاني. انا كده بفضي، وبعد ما افضي هحط عليه البشاميل اللي انا عملته من شوية.
هيعجبكم، والطريقه هيبقى حلوه قوي، الطريقه هتبقى حلوه قوي 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 قوي، والله. والكوسه البشاميل سهله، اللي كان خايف من الكوسه البشاميل سهله جدا جدا يعني. انا هسيب شويه، انا قلت هحطهم في طاجن عندي صغيرين، لاحمد، لاي حد من عيالي بيحب الاكل في طواجن يعني. بس بقى هي سهله خالص يعني، ما فيهاش افتكاسه يعني. انا كده بقلب طبعا البشاميل بتاعي، بس انا برضو ما حطيتش فيه بيض. انا مش عامله بيض، البيض لقيته غالي ساعتها، فانا ما رضيتش احط البيض مع اللبن. طب الكوسه باينه يا سمسمه؟ والله ولا حاجه، تبقى طعمها حلو قوي. دول انا خليتهم في الطاجن زي ما قلت لكم ليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا بنات، انا كده خلصت كده الطاجن بتاعي. خلاص حطيت البشاميل فيه. انا هنا عامله بشاميل دوت تقيل شويه، بس مش حاطه فيه بيض. يعني شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، فلفل اسود بس فيه. انت بتعملي ايه هنا يا سمسم يا سماسم؟ هي اللحمه المفرومه بتاعتك اليتيمه اللي قلتي عليها ما خلصتش؟ لا خلصت. انا كده بعمل جلاش عادي، اللي هو بتاع الحلويات، بس مش بعمل اي حاجه تاني. المره دي انا قلت هعمل جلاش ساده، وهعمل كنافه بالقشطه، القشطه اللي هي بتاعت الغلابه طبعا، اللي هي بالنشا واللبن. هنحطهم على النار، انا هوريها لكم برضو. كده انا بلف كده الجلاش بتاعتي، انا طلعته من الفريزر بتاعي. زي ما انتوا عارفين سمسمه ببقى حاطه كذا لفه جلاش عندي في الفريزر بحتاجها. فانا طلعت واحده، عشان طلعت اتنين. واحدة عملت بيها الجلاش باللحمة المفرومة، وواحدة عملت بيها جلاش بالعسل، حلويات يعني عادي، مفيهاش اي افتكاسة يعني. حتى ما حطيتش فيها مكسرات من جوه، عملتها سادة بس. انا كده بلف عادي في الصينية، وبحط بين كل لفة ولفة، بين كل يعني راق وراق بحط سمنة، وهخلصهم خالص كده، هعمل لغاية الاخر. وانا بحط كده، كل ما بحط راق بحط حبة سمنة سايحين زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي افتكاسة خالص. بس زوديها سمنة عشان تبقى بس طرية وحلوة ومقرمشة. قطعتها عادي، بس غير التقطيعة بتاعت الجلاش بتاعت اللحمة المفرومة. هنا حطيت فلفل اسود ولبن بس، وحبة سمنة عليهم. انا قلت هعمل كل حاجة من غير بيض المرة دي يعني. فقلبت اللبن كده، بس انا زودت الفلفل الاسود كتير، فبس طلع طعمها حلو الحمد لله برضو. كده انا عملتها كده. عايزه بس اقول لكم معلومه، لما تحطي اللبن على الجلاش سيبيه شويه، مش تحطيه شويه كده، خلي الجلاشه تشرب من اللبن، وبعد كده حطيها في الفرن. طب انتي بتعملي ايه هنا يا سمسم يا سماسم؟ انا بعمل هنا الايه القشطه بتاعتنا، اللي هي ايه يا بنتي يا سمسمه، اللي هي اللي انا هحطها في الكنافه. تمام. احنا حطينا معلقتين نشا على كوبايه لبن على معلقتين سكر. انا في ناس ما بتحط السكر، هو كده كده هيقولك العسل هيسكرها، لا انا بحب بحط فيها حبه سكر. طيب انتي هنا بتعملي ايه؟ انا بعمل الكنافه على بال ما القشطه بتاعتي تتعمل على النار. طب انتي بتعملي بايدك كده، انتي مش احنا هنقرف؟ لا ما تقرفوش، انا بعمل الاكل دوت، انا غاسله ايدي كويس جدا عشان خاطر عيالي. طبعا انا في بيتي مش هلبس جلافز ولا هلبس جوانتي في ايدي عشان خاطر بعمل اكل لعيالي. لا طبعا انا بعمل اكل لعيالي، بس بصوره عشان لو حد هيستفاد منه، فمش اكتر. لكن انتي ايدك كده عماله تلغوصي في الاكل وطلعانه كده بايديكي، وعماله تلغوصي في الكنافه، وايديكي بصي متلغوصه ازاي. لا انا بعمل اصلا ببيتي يعني، فانا مش هلبس يعني جوانتي ولا هلبس جلافسي بايدي عشان هعمل اكلي يعني. ده اكلي، واللي هياكلوه طبعا عيالي. فانا بس ببقى غاسله ايدي كويس قوي 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 عشان ولادي اللي هياكلوا الاكل ده. طب بطلي رغي وقولي لنا بتعملي ايه؟ انتي كالعاده كده بترغي يا سمسمه. بصوا انا كده حطيت القشطه بتاعتي، بس طبعا هي كانت سخنه، انا بس عملتها في الكنافه. ايوه زي ما بتعملي كده شاطره يا بنتي يا سمسمه، بس سبتها تبرد شويه، وبعد كده حطيت بقيه الكنافه عليها. تمام. اقعدي بس اعملي كده، اقعدي بس بطاطيها، بس اوعي تبططيها جامد، القشطه اللي فيها هتطلع بره الكنافه بتاعتنا خلصت. وحطيت حبه سمنه سايحين كده. حلوة الكنافة والجلاش لما يبقى فيهم سمنة كتير، ما تقوليش فيها سمنة كتير، لا لا والله تبقى زي الفل. طبعا انا كده هقلبها عشان من تحت بتبقى طعمها احلى وبتبقى شكلها احلى. هوريها لكم دلوقتي، هتعجبكم قوي 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 الحمد لله. طب انت يا سمسمه قلبتيها وخليتيها في الصينيه الكبيره ديت؟ انا عايزاها في الصينيه الكبيره ديت عشان لما احط العسل بتاعها يبقى هتشوفوه طعمها حلو قوي.
الجلاش بتاعنا خلص وانا برغي، والكنافه بتاعتنا خلصت، والجلاش الحلويات برضو خلص. بس اوريكم العسل وانا بحطه دلوقتي. كده انا عملتها زي مثلثات، كل واحد ياخد له حته. طب الشربات بتاعك يا سمسمة عاملاه خفيف؟ انا عاملاه خفيف علشان الكنافه والجلاش، عايزه الشربات بتاعه خفيف. والله هتعجبكم قوي 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 قوي، اقسم بالله. اكلنا خلص. يا ربي الفيديو بتاعي يعجبكم. شكرا على كل مشترك جديد دخلي القناة. شكرا على كل حد بيقول لي كومنت حلو. شكرا على اي حد يدوس لي على زرار الاعجاب. ربنا يخليكم ليا، ما نحرمش منكم ابدا ومن سمسمة. يا ربي يديمكم عليا سند وظهر يا رب. طبعا انا كالعاده الاكل خلص. طبعا حمرت حبه بطاطس وقطعت قوطه كده مع الثوم اللي انا عاملاه بتاع المخللات، حطيت حته ثوم عليها كده وقلبته، وكان طعمه حلو قوي. خلصنا الاكل بتاعنا. ما تنسوش والنبي الاشتراك والاعجاب وكومنتي حلو كده افرح بيه. ربنا يخليكم ليا. الطاجن الصغير ده كان عيالي كلهم بيتخانقوا عليه. يا رب السفرة بتاعتي تعجبكم، وربنا يخليكم ليا يا احلى جمهور سمسمة. مع السلامة.